السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خليك واعي مع عيش. النهاردة طبعا هنتكلم عن حلقة مختلفة شوية. احنا كنا كل مرة بنتكلم عن الشباب، لكن النهاردة هنتكلم على موضوع يخص البنات. طيب بالنسبة للشباب احنا قلنا قبل كده وتفرجوا على الفيديوهات السابقة، صدقوني هي كلها برنامج كامل ليك عشان تقدر تبقى محافظ على سحلبوز منتصب قوي ومحافظ عليه، واذا انت صغير تبقى عارف امتى بيطول او امتى الخطر او الطول والكلام ده كله. هتلاقوا في الفيديوهات السابقه زي طول السحلبوز والعرض والايدز او الامراض الجنسيه اللي راجعه للعلاقات الخطره، واتكلمنا على البروستاتا ومشاكلها وموضوع سرعه القذف وامتى تعرف ان انت عندك مشكله. الكلام ده كله طبعا هتلاقوه معاكم في الصفحه هنا. وعايزين نخش بقى في نقطه جديده وموضوع مهم جدا ويهم الشباب والبنات، اللي هو غشاء البكاره. ولما نتكلم على غشاء البكاره لازم نقول تحذير مهم جدا لبناتنا. غشاء البكاره او غشاء رقيق جدا، رقيق جدا، وبيكون على مسافه سنتي ل 2 سنتي من بعد مدخل المهبل. طيب نستفاد من ايه من كده؟ ان غشاء رقيق وقريب بالطريقه دي، ان ممكن كرسي عجلة يحمل عملية أو يؤدي إلى انفضاض هذا الغشاء. ممكن عادة سرية الشيطان دفعك ليها أو شيء أو بطريقة ما، أو شفتي حاجة فقلتي لما تعملي لها سيميوليشن فتعاملت معاكي، ممكن بكل بساطة تفقدي أو يحصل انفضاض لغشاء البكارة. الحاجات والأفعال بتاعت يعني لو اتنين على علاقة ببعض ولا ما تقلقيش ما تخافيش وبتاع، ممكن حاجة أو صابع من الأصابع واحد يعدي يعمل انفضاض لغشاء البكارة. وبعد كده طبعا المشاكل طبعا هتتوالى، ولا عرفك ولا شفتك ولا كنت موجود وما حصلش الكلام ده. واحنا هنعمل حلقة على فكرة على العلاقات اللي هي زي الحب او الخطوبة والكلام ده كله، عشان توعية للبنات وتوعية للشباب. فده تنويه وجب ذكره اولا قبل الدخول في موضوع الحلقة. وهنتكلم بقى في موضوع الحلقة على زي ما قلت لك انواع غشاء البكارة، لانه كل نوع ليه انت لازم تبقى عارفه وتعرف ممكن الانواع اللي تسبب مشاكل واللي بتحتاج لجراحة. واول نوع معانا هو غشاء البكارة الحلقي. طيب غشاء البكارة الحلقي ده بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن دائرة واحدة مكتملة امام فتحة المهبل، تمام، بيغطي فتحة المهبل. غشاء حلقي بيغطي مش بيغطي طبعا فتحة المهبل كلها، لكن هو عبارة عن غشاء حلقي بحيث انه اي حاجة زي الدورة السوائل المية تقدر تتجاوزه عادي، فده مفهوش اي مشكلة. النوع التاني معانا هو غشاء البكارة الهلالي. طيب النوع ده، النوع بتاع غشاء البكارة الهلالي ده شكله عامل ازاي؟ ما بيغطيش فتحة المهبل كاملا، لكن بيغطيه على شكل حلق الهلال كده، على شكل الهلال، ولذلك سمي بغشاء البكارة الهلالي. النوع الثالث بقى ده اسمه غشاء البكارة الغربالي. طبعا من اسمه تعرف فكرته، يعني بيبقى عبارة عن غشاء كامل لكن هو فيه نقط كتيرة متقاربة وفتحات كتيرة متقاربة جدا، والنوع بتكون على شكل الغربال. مشاكله انه بيأخر ساعات ايام او بيطول ايام الحيض، يعني بيأخر مدة الحيض، يعني بيخليه بدل ما كان 3 4 ايام ممكن يبقوا 5 6 7 8. دي فكرة التأخير او اطالة فترة مدة الحيض. الغشاء ثنائي الفتح ده كوميدي شوية، لانه ده حرفيا بيتقال عليه ابو فتحتين يعني انا اسف طبعا بس هو القافية حكمت يعني. غشاء ثنائي الفتحة ده بيبقى عبارة عن الغشاء الطبيعي الحلقي العادي خالص، الحلقي العادي خالص، وفي غشاء في النص منتصف كده واصل ببعضه، فيبان كأنه عبارة عن ان غشاء البكارة فيه فتحتين متلاصقتين ببعض، فتحتين صغيرين، لانه قسم الغشاء ده يسمى بسببه غشاء ثنائي الفتح. لو وصلت معايا للنقطة دي حابب طبعا اقول لكم لايك وشير ومتابعة، لانه لايكك بيفيدني انا في انه المحتوى يوصل اكبر قدر ممكن. وطبعا لو مش بتابعني تابعني وفعل زر الجرس، وكمان ما تنساناش بالكومنت، عشان بالكومنت بتاعك انا بعرف افكار جديدة وبقدر ممكن من كومنت من عندك اخد فكرة واعمل لك فيديو خاص ينفعك وينفع الغير. بنخش بعد كده على النوع اللي جاي وهو الغشاء ذو الفتحة الضيقة. ليه اسمه غشاء ذو فتحة ضيقة؟ لانه بيغطي تقريبا فتحة المهبل بشكل شبه كلي. ودي نقطة يا جماعة انتوا كنتوا فاهمين غشاء البكارة، اتحداك ان انت كنت كشاب او كبنت فاهمين ان غشاء البكارة ده بيبقى عبارة عن حجب كامل للغشاء الطبيعي ان هو يبقى حلقي،
والهلالي وذو الفتحتين ممكن وارد، والغشاء اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو ذو الفتحة الضيقة او الضيقة، ده بيكون بيغطي فتحة المهبل بشكل شبه كلي. ومشكلته ايه بقى؟ ده انه بيعمل بعض المشاكل للبنات اللي عندها الغشاء ده، لانه بيمنع بيحصل فيه تجلطات لدم الدورة فيما بعد، لانه مش بيكون بالسهل ان الخروج الدم بيكونش بالسهل. وصاحبة الغشاء ده ممكن عادي تتعرض لجراحة بسيطة جدا من خلالها بيتم التوسيع الغشاء البكارة عشان يحصل عملية ازالة دماء الدورة وهي بتجري، تحصل ما فيهاش مشكلة عندها وما يحصلش مشكلة التجلطات. اخر غشاء بقى معانا النهاردة، الغشاء اللي الناس سبحان الله فاكراه ان هو ده الطبيعي، وده اللي فيه المشكلة. متخيل؟ الغشاء المصمت. هو اسمه مصمت لانه مغطي فتحة او مدخل المهبل تماما. طيب غشاء زي ده بيتعرف مشاكله امتى؟ تقريبا مشاكله، لانه اكيد لازم تتعرف مشاكله، لانه مش طبيعي ان واحدة بنت تعيش بيه. فلما بيحصل بلوغ للبنت، اللي بيحصل ان الغشاء ده وبيبقى عندها فترة الدورة اللي خلاص ان الدورة عندها المفروض او الحيض يحصل، فبيحصل ألم لانه الغشاء مانع اي دم يطلع او اي ميه، وبيحصل تاخر في خروج الدوره من عندها، الدوره الشهريه يعني. وكمان بيصاحب ده الم اسفل البطن والكلام ده كله، فبالتالي بيبقى في تاخير، يعني هي بيبقى ظاهر عليها معالم البلوغ لكن ما عندهاش دوره، فبيبقى في تاخير. وبتروح طبعا الكشف عند دكتور النساء والولاده، واللي بيعرف انه مع الكشف طبعا بيبان جدا ان الغشاء ده هو غشاء مصمت، فبتتعرض لجراحه بسيطه جدا بفتحه صغيره بتحصل لتصريف الدم والكلام ده كله، بترجع الامور طبعا بتعيش الحياه عاديه خالص. وده لا زي ما قلت لكم ملوش علاقه خالص تماما بفض غشاء البكاره، لان احنا اتفقنا اللي انت كنت فاهمه ان غشاء البكاره هو مصمت كامل، لا ده هو عباره عن حلقه، ده الطبيعي وده الاصل انه يكون عباره عن حلقه في حوالين فتحه المهبل اللي هي من سنتي ل 2 سنتي قرب فتحه المهبل. اخر حاجه طبعا دي النصيحه، حافظوا يا جماعه على موضوع غشاء البكاره. وتاني حاجه في نقطه برضو نفسيه واحنا لازم نفتحها ولازم نبقى جريئين فيها شويه. رقم واحد، انا عايز اقول لكل بنت حافظي على غشاء البكاره، لانه المجتمع والوعي المجتمعي بيعاقب البنت اللي هي بيبقى عندها مشكله في فض غشاء البكاره بتاعتها لاسباب متعلقه بقى بتاريخ او افكار او يعني. فنخلي بالنا لما نيجي نركب العجل مثلا، ما يبقاش العجله اللي فيها التبويزه معينه، لان دي ممكن تؤدي فجاه لفض غشاء البكاره. الحاجات اللي هي ممكن تحصل ما بين الاحباب او اي حاجه باطار مرفوض طبعا، بس بيحصل. عشان كده بس احنا عايزين نقول ايه؟ انه بيحصل. فخلي بالك، حاجه صباع يفلت من هنا، صباع يطير من هناك، ممكن يؤدي لفض غشاء البكار. وتصبحوا على ما فعلتم ندمين، ادي بقولها لكم اهو، وتصبحوا على ما فعلتم ندمين. برضو العاده السريه اللي ممكن البنت تعملها برضو ممكن تؤدي تاني لفض غشاء البكار. خلي بالكم في النقطه دي. النقطه الثانيه، مش عايز الناس تبقى فاكره انه الموضوع ده هو الضمان والامان العام يعني لانه ممكن زي ما قلت لك ان يحصل الفض باشياء اخرى، بتبقى الموضوع ما فيهوش مشكله. وموضوع انه يطلع دم او ما بيطلعش دم او غشاء مطاطي، ما هي الفكره في الغشاء المطاطي انه زي ما قلت لك هو عباره عن حلقه، انت عمال رايح داخل والغشاء لسه موجود لانه مش مصمت. فالافكار دي كلها كانت الهدف النهارده من الحلقه، ان انت تبقى فاهم ايه هي الانواع وايه هي مشاكل وايه الحاجات اللي لو تعرضت ليها ممكن يبقى عندك مشكله بس في غشاء البكاره، فبالتالي تروح لدكتوره النساء والولاده وتعالج لك الموضوع. بشكركم شكرا جزيلا، ما تنسوناش باللايك والشير والمتابعه. اخواتي وحبايبي، انتوا بدعمكم احنا بنستمر. واكتبوا لنا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا حابين نتكلم عنها الفتره اللي جايه. وانا شخصيا حابب ان انا اتكلم على حلقه الاورجازم وازاي بيتعمل، لانه زي ما قلت لكم ودي قنبله بس تبقوا فاهمينها، الاورجازم ملوش علاقه بالانزال. الاورجازم ليس له علاقه بالانزال من الزوجه، الانزال شيء والاورجازم شيء. نشوفكم الحلقه الجايه.